هنتكلم على الرياضة في التلاتينات أو من 30 ل 40 سنة. طيب زي ما على طول بنقول الرياضة في كل الأعمار مهمة من ساعة ما بتتولد لحد ما بتبقى كبير، وأنت بقى في العشرينات تلاتينات أربعينات أيا كان سنك إيه، الرياضة مهمة جدا. الكلام اللي هقوله ده مرتبط بسن التلاتينات جدا، وبوجه عام مرتبط بأي عمر. فهنقسم الفيديو 3 نقط. أول حاجة إن أنت الرياضة لازم تكون بتحبها، يعني مش شرط ان انا وزني زايد وعايز انزل في الوزن فان انا لازم انزل اجري كل يوم واقعد اعمل كارديو وانا اصلا مش قادر اخد نفسي وارجع تعبان وازهق في الاخر من الرياضه وابطل. دور على الحاجه اللي بتحبها ايا كانت الرياضه ايه، سباحه بقى، كوره، سكواش، مشي، جيم، فيتنس، كروسفيت. هي رياضه في الاخر، وهتبتدي تتمرن وانت مبسوط، وهتبتدي تتحرك وانت مبسوط مش متقدر، وتروح تعمل التمرين وانت سعيد وعايز تروح وحابب تروح وحابب تشوف تطور بتاع نفسك. كل الكلام ده مهم جدا 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 عشان تقدر تكمل في الرياضة وتبقى حاسس ان انت بتعمل حاجة بتحبها مش مجبر عليها. طيب ايه الرياضات اللي ممكن تلعبها في السن ده؟ انا شايف ان اي رياضة ممكن تلعبها طالما في عندك شغف ليها. في ناس لحد 60 و50 سنة بيلعبوا كورة، فانت عادي ممكن تلعب كورة على طول وتواظب عليها وتتمرن مرتين او 3 في الاسبوع. سكواش وتنس، لعب المضرب دي ممتازة وبتحرك كل مفاصلك، بتحرك رجلك والكور وبتحرك دراعك كل حاجة. طبعا الجيم والفتنس والكروسفيت الكلام ده لا غنى عنه، ده بتاع كل الأعمار في الدنيا. انت ممكن تروح الجيم عشان تطلع بأي نتيجة انت محتاجها في الآخر. عايز تزيد في الوزن، عايز تنزل في الوزن، عايز تعمل شيب حلو لجسمك، كل ده تقدر تعمله في الجيم. عايز تتمرن سباحة، السباحة من الحاجات التحفة لكل الأعمار، برضو تقدر تتمرن مرتين ثلاثة في الأسبوع، وده أعتقد هيبقى كافي جدا إن أنت تطلع الباور وتعمل شيب وتحرق كالوريز وتعمل كل ده. تاني حاجة الاستمرارية، إن أنا ما ينفعش أجي أختار مكان بعيد قوي والدنيا زحمة وأنا يومي مكربس، أروح مرة وأفوت مرة، أروح مرة وأفوت مرتين، لا. اختار مكان يكون قريب، واختار الوقت اللي أنت تكون فيه بالك رايق وتقدر تتمرن من غير ضغط. عندك وقت قبل الشغل، روح قبل الشغل اتمرن ساعة. عندك وقت بعد الشغل، اوكي، في الويك اند تمام. المهم ان انت اللي عارف جدولك، وانت اللي عارف امتى بتبقى رايق وامتى عندك الباور تقدر تطلعه في التمرين، وانت اللي عارف ان لو المكان ده قريب هتقدر تروح في اي وقت، الصبح بالليل بقى بعد الشغل تطلع من الشغل على التمرين. المهم ان انت في الاخر تبقى حاطط اولوية للتدريب، وبالتالي تقدر تنظم جدولك وتنظم جدول الأسبوع بحيث إن أنت تفضي لنفسك يومين أو 3 في الأسبوع تروح وتتمرن. موضوع الاستمرارية ده في أي رياضة في الدنيا أو في أي حاجة حتى بعيدا عن الرياضة، ده اللي بيطورك، وده اللي بيخلي فيه بروجرس، وده اللي هيخليك أسبوع بأسبوع تتابع نفسك وتشوف إن أنت بقيت أحسن من الأسبوع اللي قبله، وهكذا. وفي الآخر برضو الاستمرارية دي بتخليك تحط دايما مقارنة مع نفسك، وده اللي بيديك حافز أصلا إن أنت تكمل. أنت بتروح الجيم ومركز مثلا في الأوزان، لا، أنت الأسبوع ده شلت أوزان معينة وكتبتها في ورقة. طيب الأسبوع اللي بعده كمان أسبوعين هتبتدي تشيل نفس الأوزان، لقيتها أخف هتبتدي تزود، فلما ترجع للأوزان القديمة في اللي أنت كاتبه تلاقي نفسك زودت 2 كيلو 3 كيلو 5 كيلو أيا كان. ده أصلا هيديك إحساس بالرضا كده ويحسسك إن أنت ماشي على التراك مظبوط، وإن أنت ماشي صح، وإن أوزانك بتزيد وبالتالي بروجرس هيزيد وهتتطور أكتر في الرياضة اللي أنت بتعملها. الحاجة التالتة والأخيرة هي إن أنت تكون مركز في طريقة التمرين، أيا كان التمرين إيه برضه، سواء جيم سواء تنس سواء سباحة. في حاجات معينة أساسيات وبيزكس بتتحط لأي تمرين طالما هتحرك جسمك وعضلاتك ومفاصلك أيا كان الرياضة إيه. الحاجات دي هي إن أنت تتجنب الإصابات. طب إزاي تتجنب الإصابات؟ تسخن كويس جدا كل المفاصل اللي هتتحرك. انا داخل النهارده الجيم، لازم اسخن الابر بودي، لازم اسخن جسمي اللي فوق كله، خصوصا الاكتاف ودراعاتي ومفاصلي وريستي. بعد كده لازم اسخن وسطي بكل الاتجاهات. بعد كده لازم اسخن الحوض واسخن رجلي واسخن مشط رجلي. كل المفاصل لازم تتحرك بكل الاتجاهات بهدوء،
واحدة واحدة، مجموعة 2 3 ابتدي اسرع الحركة تدريجيا. ابتديت اسخن تمام. طيب هلعب سواء رياضة او جيم، في الحالتين نفترض ان انا هلعب تنس، هلعب كورة، ابتدي امشي الكورة كده واحدة واحدة بالراحة، ابتدي اجري حوالين الملعب بالراحة. ابتديت اسخن واحدة واحدة ابتدي اشد، وهكذا. داخل الجيم النهارده مثلا هلعب ابر بودي، هلعب تشيست، سخنت كتافي ودراعاتي وريستي تمام اوكي كويس. طيب ادخل العب بالبار فاضي، اجيب 30 40 50 عده مش مشكله، اريح شويه، ابتدي احط اوزان خفيفه خالص. واحده واحده ابتدي ازود في الاوزان، اول ما احس ان انا قادر اشيل خلاص ابتدي ادخل في المود وابتدي اتمرن التمرينه بتاعتي. دي من اهم الحاجات اللي انت تركز فيها، والتسخين ده بيبعدك عن اصابات كتيره جدا جدا جدا. طيب ده الشق الاول من التمرين، انا سخنت. طيب هبتدي اتمرن زي ما كنا بنقول في التسخين، هبتدي ازود تدريجيا واحده واحده خالص. طيب ابتديت ازود، هبتدي اكسر الوزن، لازم ابقى واخد بالي قوي من التكنيك اللي انا بتمرن بيه. ما ينفعش يبقى انا شاكك ان انا بلعب غلط، او الزاويه بتاعتي مش صح، او فاتح دراعي قوي حسب التمرين، او قافل دراعي زياده عن اللزوم وابتدي اشيل الوزن. لا، لازم تبقى مركز، معاك حد فاهم، او انت سائل ازاي تتلعب التمرينه دي، معاك حد كمان بيسبورت وراك طالما الوزن تقيل، وابتدي اتمرن بتكنيك مظبوط 100%. خلصت تمرينتي وكله تمام، ابتدي اهدى شويه، اهدي جسمي شويه، بعد كده ابتدي اعمل ستريتشز. ستريتشات برضو مش ان انا مثلا لاعب تشيست او ترايسبس فان انا امسك دراعي واعمل كده واعد الخمسه واطلع اجري، لا. استرتشات برضو هعملها 3 مجاميع 4 مجاميع بمنتهى الهدوء. هبتدي اعمل استرتشز لكل العضلات اللي اشتغلت. لعبت كورة لازم امسك رجلي افصصها حتة حتة من اول السمانة لحد الفخذ لحد الخلفية، اعمل استرتشز لكل ده. بتمرن في الجيم، ابتدي اعمل استرتش للفور ارم، للبايسبس ترايسبس، لظهري، للتشيست، للاكتافي. كل ده لازم اعمل استرتشز وبالراحة عشان ارجع العضلة في مكانها الطبيعي زي قبل ما ابتدي تمرين، وبعد كده ابتدي اقدر اروح بقى اكل الوجبة المظبوطة بتاعتي، ابقى انا كده عملت التمرين يعني زي ما الكتاب بيقول. فكل حاجة بعملها ما فيهاش استعجال. اللي انا قلته ده زي ما بقول لكم ده in general، مش بتكلم على سن معين، ولكن هو الفيديو خصيصا للأعمار من 30 ل 40 سنة. طيب العمر ده كيس باي كيس وحسب كل واحد. لا انا اقدر اتمرن كل اللي انا عايزه، بس لازم ابقى مركز زيادة، لان للاسف الواحد برضو كل ما بيكبر في العمر بيبقى معرض اكتر ان هو يتصاب. فانا كل ما بكبر لا بتصاب بسهولة اكتر. مش معنى ده ان انا اخاف من التمرين، لا، اتمرن واعمل كل اللي نفسك فيه، بس اركز وافكر قبل ما اعمل الحاجة. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.